السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ومرحبا بكم مجددا في قناه فاطمه خاسراج. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا كما سمعتوا معايا هاد القرمشه ديال الورقه. غادي نصايب معكم هاد البسطيله ديال الحوت اللي كتجي المذاق ديالها جد رائع، خصوصا المبتدئات بالطريقه المفصله وجد سهله، يعني بدون تعقدات، اللي غادي تزعمكم انكم تصايبوها في وقت وجيز. المهم بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تبقاو مع التفاصيل ديال هذه الوصفه، وغادي ندوزو مباشره المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نذكرها معكم بالتدقيق وانا خدامه، غادي نقول لكم المقادير اللي استعملت فيها. المهم هنا عندي في هذا المقله غادي نزيدوا شويه ديال الزيت البلديه الخاصه بالطياب مع شويه ديال الزبده. بالنسبه للزيت تقدروا ديروا الزيت النباتيه، وزدت عليها جوج بصلات كبار، يعني مشلضين هكذا، يعني مقطعين هكذا طريفات صغار، وغادي نضيفوا ليها حبه ديال الفلفله حمراء حتى هي مقطعه بنفس الحجم ديال البصله، يعني غادي نديروها كاملين بهم باش يتشحروا لينا ويتعس بحال غادي يتعسلوا لينا. غادي نديروهم على نار تكون شويه طالعه، او باحرى تكون طالعه، ولكن ما نغفلوش عليها مره نبقى نقلبوا فيها باش ما تحرقش لينا. الغرض ديالنا انها تاخذ، يعني تهبط وتاخذ داك اللون الذهبي، وفي نفس الوقت غادي تشرب داك الماء ديالها. في مقله اخرى غادي نضيف الزيت البلديه الخاصه بالطياب او زيت النباتيه، واحد شويه ديال الزبده الحيوانيه. عندي هنايا كالامار، من بعد ما نقيته وقطعته على هذا الشكل هذا. غادي نضيفوا الكالامار، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي حتى هو كنديرو على النار طالعه. كما كتعرفوا الكالامار ما كيحتاجش طياب بزاف، ولكن في نفس الوقت كيطلق لينا داك الماء، وحنا ما خصناش داك الماء. من غادي يبدا يطلق لينا داك الماء غادي نصفيوه كما غادي تشوفوا معايا. طريقه جد سهله، يعني ما فيهاش تعقدات. غادي نصفيو داك الماء كامل، حيت الا خلينا فيه داك الماء غادي الكالامار غادي يتعصب، وفي التالي غادي يبقى قاصح بحال كناكلو بلاستيك. بعد ما صفينا داك الكالامار دابا غادي نوليو بحال غادي نشحرو غير واحد نص دقيقه بنفس الشيء مع الزويته وشويه ديال الزبده. صافي كنبقاو نقلبوا فيه هكذا. صافي كنحيدوه وكنحطوه يعني في واحد الصينيه تكون ديال الفرن، فرشت ليها الكاريت ديال الزبده وكنحطوه تما جانبا. في نفس المقله دائما كنديروا القبصه او شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت، وكنديروا الكروفيت او غامبا اللي كتكون متوسطه او تكون كبيره. صافي حتى هي على نار تكون طالعه، حتى هي غير كنشحروها واحد شويه ما كاملاش نص دقيقه. صافي كنزيدوا لها حتى هي شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، حتى هي كنصفيوها من داك الماء ديالها وكنحطوها في جنب ديال ديك الصينيه، يعني جنب ديال الكالامار. هنا كما كتشوفوا معايا البصله بدات كتاخذ داك اللون الذهبي وكتهبط في نفس الوقت. هاد البصله كتعطي لها المذاق جد رائع، يعني كتجي البصله بحال المعسله هكذا مع الحوت، كتجي المذاق ديالها زوين. غادي ندوزو في نفس المقله، غادي نديرو الزيت كذلك وشويه ديال الزبده، وغادي نضيفو السمك الابيض. هنا عندي الميرلا، نتوما ديروا السمك اللي متوفر عندكم، ولكن بشرط يكون سمك ابيض. هنايا غادي غير دغيا غير توصل المقله وغادي نقلبوه وصافي غادي نحيدوه حتى هو في نفس الشيء. الميرلا كنحطوه في الجنب ديال ديك الصينيه ديال الفرن اللي قلت لكم بعد ما فرشت ليها الكاريت ديال الزبده. في نفس الوقت كنبقاو نحركوا ديك البصله ديالنا باش ما تحرقش لينا.
حنا الغرض ديالنا من هاد البصله انها كتعسل، يعني كتحمر وكتشرب الماء، كتشرب الماء ديالها في نفس الوقت. كنبقاو نستمروا هكذا مع الحوت الابيض، وكنديروا لها حتى هو شويه ديال الملحه وابزار. فالطنجره درت فيها الماء، خليته يطيب، وزدت فيها الشعريه، وكنخليها تقريبا دقيقه وهي في ديك الماء، والماء طافي يعني ما كنخليش كيغلي. صافي كنبقى كنصفيه وكنبردو هكذا بالماء بارد باش ما تلصقش لينا. دابا غادي ندوزو للمرحله المهمه والاساسيه في البسطيله ديالنا ديال الحوت. عندي هنايا نص حزمه ديال القزبر، ونص ديال المعكنوس، و5 ديال ضروسه ديال الثومه. طحنتهم مع هاد الزيت اللي نسمتها بالسودانيه والفلفله الحاره. تقدروا ديروها غير بالزيت البلديه الخاصه بطياب فقط. كنطحنوا كل شيء حتى كيولي لنا بهاد البوري هذا. وكنضيفوا شويه قطيرات ديال الحامض، غير واحد شويه. عندي هنايا الحامض مصير، قطعت له غير ديك الجلده ديالها الصفراء بلا ديك اللوبه ديالها ديال الداخل، قطعتها هكذا صغيرات. وضفت معلقه ديال الهريسه بالنسبه للحار على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الحروريه اللي كتبغيو. كما كتعرفوا البسطيله كتجي مع الحروريه بزاف. عندي معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء كونسنتري، كتباع هكذاك في المحلات التجاريه، كتعطي لها واحد المذاق خطير خطير خطير. ومعلقه تقريبا كبيره ما عامراش ديال مطيشه الحك، يعني كونسنترادو او كونسنتري. وكنضيفوا شويه ديال العطريه، غير شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون وسكينجبير، وعندي الهريسه غبره. بالنسبه للملحه غادي نفكروا باننا في الحوت قبل درنا الملحه شويه ديال الابزار، يعني غادي نديروا عندنا ميزاننا باش ما نفوتوهاش في سميتو في الملحه. وغنضيفوا الصوجه حتى هي فيها الملحه. صافي كنخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. كتجي هاد الشرموله جد رائعه وزوينه بزاف، يعني كتنفعكم، غادي تنفعكم بزاف ديال الاكلات. هنا كما قلت لكم قبل الصينيه بعد ما فرشت ليها البابيل ديال الزبده او بابيل ديال الفرن. دابا غادي نشرمل داك الحوت ديالنا غير هكذا من الفوق هكذا، يعني كنفرق هكذا بين على الحوت، وكندخلوها في الفرن يكون سخون بزاف، تقريبا واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق، يعني غير كندخلوه بحال كتشرب ديك الشرموله ديالها، كنخرجوه ما نخليوش حتى ينشف لينا الحوت. وهاد المرحله تقدروا ديروها في نفس المقله، من كطيب لكم الحوت ديروا عليها هاد الشرموله وصافي، وتحتفظوا بها جانبا. كما كتشوفوا معايا البصله صافي تعسلات، والمذاق ديالها كيجي جد رائع، كتعطي لها واحد المذاق خاص ومميز. البسطيله ديالنا يعني كتزين ليها المذاق ديالها. كنضيفوا ليها واحد المعلقه ديال ديك الشرموله، وفي نفس الوقت كنصحوها من الملحه والعطريه، يعني كنضيفوها شويه حيت راه الحوت الاخر والشرموله حتى فيها التوابل ديالها. نفس الشيء غادي نديرو مع الشعريه الصينيه، من بعد ما نقطعوها هكذا شويه بالمقص باش يجيو الطريفات الصغار. هنايا درت غير واحد الكميه صغيره حيت بالغت في الشعريه، وغادي نزيدو ليها شويه ديال الصوجه. صافي دابا غادي ندوزو باش نعمرو البسطيله ديال البسطيله. كناخدو غير الكروفيت والغامباش وداك الكالامار، كنخلطوه مع ديك الخلطه ديال البصله والفلفله. كنخلطوا كل شيء مع بعضياتهم حتى كيندمجوا العناصر مزيان مع بعضياتهم. وبالنسبه للحوت الابيض ما غاديش نديروه دابا باش ما نكرفسوش عليه ويتفرتت لينا. كما كتعرفوا الحوت الابيض دغيا كيبقى فيه الحال ودغيا كيتفرتت، كنخليوه حتى الاخر.
ودابا غادي نضيفوا الشعريه هكذا بشويه بشويه، كنبقاو نخلطوا حنايا كنشوفوا شحال غادي تهز لينا. اكيد ما غاديش نكثروا الشعريه على الحوت، نخليو يعني الكميه ديال الحوت تكون بارزه على الشعريه. كنديروا هكذا في الصفايه، كنخليوه يتصفى حيت خص ضروري تكون ناشفه باش ما تقطعش لينا الورقه. دابا غادي ندوزو المونتاج ديال البسطيله. خديت الورقه ديال الفيلو اللي كتعجبني، كتجيبيها زوينه بزاف ومقرمشه، كندهنها بشويه ديال الزيت باش ما تبرزطنيش في الخدمه وكتيبس. خصوصا هاد الماركه ديال كاريفور كتيبس دغيا. صافي كنبقاو نستمروا بهذه الطريقه هذه، يعني بحال كندهنوها هكذا يعني غير عشوائي، وعاد كندوزو كنهزو حبه بحبه كندهنوها. بالنسبه للزيت تقدروا ديروا الزيت مخلطه مع شويه ديال الهريسه والزبده، او غير الزيت هكذا. انا استعنت غير هكذا غير بالزيت. صافي كناخذو هكذا، يا اما الصينيه هكذا تكون مدوره يا اما اطار. انا ما متوفرش عندي الصينيه مدوره، خديت غير اطار هكذا وكنفرش الفيلو. تقدروا ديروا الورقه ديال البخار حتى هي كتجي بها زوينه، غير الفيلو يعني كتجي عمليه ومتوفره اكثر وكتجي حتى زوينه. واخا كتكون بسطيله بارده كتسخنوها لغد لي هكذا في الفرن كتولي بنفس القرمشه كما اليوم الاول. المهم كنفرشوا كندوروا هكذا الورقه ديالنا كما كتشوفوا. واخا يبسط الورقه ما تخافوش، حيت غادي نصلحوها حيت دغيا هي كتلصق. غير هي كنديروا يعني واحد الكابا تكون مزيانه باش ما تقطعش لينا، حيت كما كتشوفوا رقيقه بزاف. صافي من كنكملوا كنتاكدوا بان درنا واحد الكابا يعني مزيانه كنأكدوا منها. صافي دابا كندوزو كنعمروا ديك الحشوه من بعد ما خليناها تبرد. هاد النقطه نسيت ما قلتها، يعني الحشوه ضروري خصها تكون بارده تماما، تكون بارده وناشفه من جميع ديال السوائل. كذلك تقدروا تضيفوا حتى في الحشوه حتى الشامبينيو او الفطر الا كان طري حتى هما كتصوتيه تصوتيوه بنفس الطريقه ديال الحوت على نار تكون طالعه باش ما تطلقش لنا الماء، او ديال المعلب. وكذلك تقدروا ديروا حتى الفرomage. انا ما درتوش، يعني اكتفيت غير بهادو باش يكون الحوت بارز فيه. صافي كنبقاو نوزعوا هكذا الحوت ديالنا هكذا على البسطيله باش تكون بسطيله عامره من جميع الجوانب، يعني نبسطوها باش تكون يعني كاملين عامره بنفس القياس. وفي نفس الوقت بحال كنضغطوا عليها هكذا باش كتعطي لها القالب زوين. ودابا غادي ندوزو لداك السمك الابيض، كنبقاو نفرتوه هكذا غير باليدين ديالنا، يعني في فتاتين كبار باش كيبانوا في البسطيله. صافي كنبقاو نعمروا بهم هكذا. ودابا غادي ندوزو نغطيو البسطيله، وحنايا كنغطيو وحنايا كنقادو كما كتشوفوا. واخا قلت لكم واخا لقيتو شي طريف هكذا يبس ولا تقطع ماشي مشكل، كتقادوه صافي. كتبقاو بحال كتزيروا عليها هكذا باش كتاخذ ديك الفورمه ديالها. ما كنحتاجو لا الدقيق لا بيض باش نلصقوها، يعني غير هي راسها هكذا من كنضغطوا عليها كتلصق راسها براسها. هنايا كنبقاو نقادوها هكذا بالصباعات ديالنا، كنتاكدوا بان الورقه صافي لصقت مع بعضياتها، وكنحيدوا كنقلبوها في واحد الطبسي ولا الصينيه باش نعاودوا نقادوها من الجهه الاخرى ونتاكدوا بان صافي يعني كافيه بالورقه. الا لقينا يعني كتبان او شي بلاصه يعني تقطعات ولا كيكون عندنا عاد الوقت باش نقادوها. وكنبقاو نزيروا عليها ونقدوا ليها الجوانب. هنايا حيت ليها الاطار كنقدوا ليها الجوانب مزيان، كنبقاو بحال كنبسطوا هكذا كنقدوا ليها الفورمه ديالها، وكنفوتوها مباشره للصينيه ديال الفرن بعد ما فرشت ليها الكاغيط ديال الزبده او ديال الفرن.
هنايا مع درتها في الصباح، غطيتها مزيان بالسلوفان حتى العشيه عاد باش نطيبها. بالنسبه تقدروا تحتفظوا بها في المجمد هكذا، ولكن مغطيه مزيان ومباشره من المجمد حتى الفرن. هنايا عندي الفرن مسخون على 180 درجه، سخون غير من التحت وصافي. كنتقبوها بحال هذا الشكل هذا باش ما تفرقعش لينا البسطيله ديالنا. حتى كنشوفوها صافي طابت من التحت، عاد كنشعلوها ليها من الفوق وحنا ردينا ليها البال. بعد ما البسطيله ديالنا صافي طابت وقلبتها على الوجه اللي كان لتحت، او تقدروا ديروها على الوجه اللي بغيتو نتوما، وزينتها هكذا بتشوغه يعني بالخس المشكل. وهاد العشيشات ديال الكنافه معمرين بنفس الحشوه ديال البسطيله، وعليهم من داك الكروفيت والسيترون الكحل، عفوا الاخضر والاصفر. والمهم نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجب لكم وتجربوها وتشاركوني التطبيقات ديالكم عبر الانستغرام، وما تنسونيش باللايكات ديالكم وتعليق ديالكم الزوينه. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد ووصفه جديده. ومن هنا لتما نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.